السلام عليكم مشاهدين، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة ان شاء الله يا رب. يوم جديد، وصفة جديدة ان شاء الله. اليوم غندير معكم واحد جوج انواع ديال البسكويت للصباح الفطور ان شاء الله لوليداتنا ولينا ولكل شيء يعني. المهم غنديروا جوج انواع، يعني واحد النوع غادي نديروه هو هذا اللي كتشوفوا. هذا النوع هذا كله صحي، وهذا غادي نديرو الوليدات ديالي باش يبداو يفطروا به في الصباح. درت فيه الشوكولا. المهم غنديرو جوج انواع وغادي نمشيو بالتدقيق ان شاء الله. عندي واحد الكاس ديال الكركاع مطحون مزيان، وعندي 4 البيضات، وعندي كاس سنيده، وعندي نص كاس ديال الزيت. هنا استعملت زيت الزيتون. يمكن لكم تستعملوا زيت المائدة. عندي واحد شوية ديال الزبيب مطحون، والدقيق الكامل بالنخالة ديالو. وعندي هنايا شي يقولوا ليه الخرطال ولا شي يقولوا ليه الشوفان يعني. واحد البارتي هذا مطحونه، واحد البارتي خليتها هكاك باش تعطيني داك الكروكون في البسكوي ديالي. هنايا دوك 4 البيضات، كل جوج غادي نديروهم بوحديتهم. هنا درت 2 بيضات وجوج بيضات غنخليهم البسكوي الاخر ان شاء الله. كما شفتوا هذا هو العسل اللي صوت معكم ديال الخروب. غادي نستعملوا غادي نوظفوا في هذه الوصفه هذه ان شاء الله. درت نص كوب من هذا العسل ديال الخروب، اللي كنعرفوا الخروب المنافع ديالو في الصراحه اللي لا تعد ولا تحصى. هنا درت 4 كاس ديال زيت الزيتون فقط. كما كتشوفوا مقادير اللي هي طبيعيه، ومقادير اللي هي صحيه 100% ولا 1000000%. كل شيء صحي البنات، ما كاين لا سكر لا زبده لا زيت بزاف لا حتى شي حاجه. يعني احنا باقين غاديين في المقادير اللي هي صحيه كلها ان شاء الله. هادو البنات، هاد البسكوي هادو كنشريهم انا مولفه، كنشريهم ملي كنمشي ندير الرياضه ولا هادي كناخذهم، يعني كناكلهم ورا الرياضه. ولكن قلت علاش اللي ما نصاوبهمش راسي، ويعني ويكونوا من ديال الدار، وهكا نقتصد نيت حتى على الجيب باش ما نبقاش نخسر في الفلوس كل مره. هنايا زدت هذا شو يقولوا ليه، سمحوا لي البنات والله العظيم الا كيتنساو عليا السميه ديال العربيه، غير سمحوا لي وصافي. المهم درت هذاك. المهم قولوا لي في التعاليق شنو سميتو. ودرت شويه ديال الفاني كما شفتوا. ودابا غادي نديرو شويه ديال الخميره ديال الحلوى، تقريبا واحد اش غنقول لكم، واحد 7 غرام ديال الخميره ديال الحلوى. وهنا زدت الدقيق الكامل النخاله ديالو كما كتشوفوا. غنبقى نزيد هكايا بشويه بشويه حتى كنحصل على العجين اللي بغيت. زدت هنايا قبيله الكركاع اللي مطحون، كركاع مسوح مزيان ومطحون جيدا. كيجي زوين حتى هو، وفيه المنافع كثيره تبارك الله. يعني واحد البسكوي اللي هو صحي 100% البنات. الناس اللي كيبغيو يديروا حميه، ولا الناس اللي كيبغيو ياكلوا صحي، يعني ولا البنات هكا اللي كيكونوا قاريين هكا يديو معاهم هكا زنيك، يعني ياكلوهم هكا يبغوا ياكلوهم ف يخرجوا هكا. المهم مزيان لاي واحد في اي وقيته، يا في الصباح يا في العشيه كيجي زوين. غادي ندوزو للبسكوي الثاني اللي فيه كاس ديال السكر وفيه 2 بيضات كبارين. كما كتشوفوا هذا السكر هذا راه كتشوفوه عندي مكور شويه، لان ما عرفتش شكون اللي خلاه عندي في الطبله في شي بلاصه فازقه، وهو في الكاغيط ديالو هو يتكركب، داكشي علاش. المهم غنحاولوا معاه حتى يذوب ان شاء الله. هنا زدت 4 كاس ديال زيت الزيتون كما شفتوا. ودرت حتى هنايا درت واحد شويه ديال الكركاع باش نغنيو هذا البسكوي حتى هو ما يكونش غير بسكوي عادي، نغنيوه حتى هو شويه. وراه مطحون، راه كاع ما كيبان، ما يبانش للدراري يعني. المهم غادي نزيد دابا الدقيق الابيض كما شفتوا باش نرضيو الجميع، يعني نرضي ضروري الام ضروري خصها ترضي كاع، ترضي كل شيء، ترضي الوليدات، ترضي الزوج، ترضي راسها، وترضي ما شاء الله وصافي. الله يجعلنا من الصابرين وصافي. المهم غادي نخلطوا هذا الشيء كامل بالفوي، ومن بعد غادي نزولوها باش غادي نبداو نخلطوا ان شاء الله بيدينا.
كما شفتوا البنات مقادير اللي هي سهله وبسيطه، وديروا بها بسكوي للدار، يعني تفطروا بهم وليداتكم ويديهم معاهم الغوتي، وهذا وفي الميريندا في العشيه ثاني ياكلوهم. يعني شي حاجه اللي مصوبه في الدار وشي حاجه اللي هي صحيه، يعني ما كاين ما احسن منها في الصراحه. خاصنا نبقاو نفكروا في هاد الحويجات هادو، لان عرفت بلا كثرت عليكم بالهضره، ولكن يعني داكشي اللي اش غنقول لكم، كاع الحاجه اللي مزيانه واللي صحيه كنبغي نقولها لكم، كنبغي نوصلها لكم باش يعني حنا كلنا بحال بحال، يعني كلنا عندنا وليداتنا، كلنا يعني كنكونوا في هذه المواقف كنشريو بسكويت لوليداتنا بزاف، ولي ميريندي وداكشي كنشريهم بزاف. اللهم نصاوبوا بسكوي في الدار هكا يديهم معاهم الميريندا. المهم هنا عندي الشوكولات، واحد الكميه ديال الشوكولات اللي حكيته في الحكاكه الغليظه، وكل عجينه غادي ندير فيها شويه. هذه اللي العجينه البيضاء رزت فيها اكثر باش يتحس لهم الشوكولا اكثر. اما انا هذه اللي غادي نبقى نستهلك انا ماشي مشكل، درت الشوكولا عندنا شوكولا نوار، يعني داك الشوكولا اللي تيكون مر، تيكون زوين وصحي في نفس الوقت. غادي نخلطهم بجوج على حده. والله العظيم هاد البسكوي هادو بجوج الا دوزوا ليا اكثر من سيمانه، قسما بالله خرجوا واحد الكميه اللي هي كبيره ما شاء الله، وكيفطروا به كل صباح كيفطروا به، وحتى انا كنفطر به. كان فيما كيدرني الجوع كنهز هادو جوج ديال الكوكيز ديال الشوفان هكا وكناكلهم، يعني زوينين في الصراحه. صافي غادي نشد الطوا ديالي دهنتها غير بالزيت، ما درت لا يعني لا ورق ديال الزبده لا والو. صافي وغادي نبدا نشكل كويرات صغيره ونبسطهم بيديا، ما نخليهمش هكا كويرات، نبسطهم على شكل بسكوي صافي حتى تنسالي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وغادي ندخلوهم الفرن، الفرن اللي يكون مسخن من قبل على 175 درجة، يكون مسخن قبل 5 دقائق ولا 10 دقائق قبل، وندخلوه يطيب حتى في الاول نديروه من التحت ومن بعد نطلعوه في الفوق صافي حتى يطيب ونخرجوه. غادي نمشيو دابا للعجين الاخرى العاديه، غادي نديروها حتى نكوروها بنفس الشكل، نكورو ونبسطوها بيدينا مزيان، نحاولوا نرقوها شويه لان باقي فيها الخميره باقي غادي تنفخ على هذا الشكل هذا. وغادي ندخلوها حتى هي الفران، ندخل هذا ردوا مع البال البنات، ردوا مع البال. هذه الطاوه الثانيه ديال العجين اللي العجين اللي فيه الخرطال ولا الشوفان. المهم هي الحلوه ديالنا من بعد ما وجدات، هذه هي العجين البيضاء البسكوي الوليدات. هذا هو تدير واحد الكميه كثيره ما شاء الله، راه كتجي معلكه وكتجي كروكون، يعني ملي كديرها في الحليب راها كتذوب ما شاء الله، كتجي زوينه الصراحه. اللهم البسكوي في الدار ولا نمشيو نبقاو نشريو فيهم وفيهم مواد مضره للصحه. راكم عارفين البنات والله العظيم الا تهلكنا لا حنا لا وليداتنا. مازال حنا في الوقت ديالنا ما كناش كناكلوا هادشي هذا من الحوانت، وهذه مره، ولكن وليداتنا ديال هذا الوقت ولاو كياخذوا بزاف هادشي من السوبر ماركت، يعني الحلويات بزاف يعني. هذه هي الحلوه الاخرى ديال ولا بسكوي الاخر ديال ديال الشوفان والدقيق الكامل والعسل ديال الخروب، كتجي زوينه وبنينه ولذيذه. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى من الله يعجبكم وتبارطاجيوه مع الاحباب ومع الاصحاب. الى عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه، والله يجازيكم بالخير. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى من الله يعجبكم، وبسلامة عليكم الى وصفة قادمة ان شاء الله.